السلام عليكم بونسوار تو الموند، تحياتي نزيهة كيتشان تحييكم. اليوم جيتكم بوصفة رائعة تاع طاجين تقليدي تاع الجلبان، درته بالكابوية. وشكون ما يعرفش طاجين جلبان يخرج تقليدي شباب، طاجين الغرب. حنا نديروه بالزرودية، ونديروه تانيك كاين اللي يديره بالقرناع، وحنا نديروه دي فوا بالقرناع ولا بالكابوية. المهم، بسم الله على بركة الله. غادي ندير عندي واحد الحبيبات تاع جوج حبات تاع زرودية، كاروت، حبة تاع بصل، يكون من الأحسن البصل الأحمر يعطي ذوق شباب. وهنا كنت استعملت لي بينيون يخرجوا اقتصاديين، طاجين اقتصادي للعائلات الكبيرة والمتوسطة، يكون في متناول الجميع. هنا درت هادوك الحبيبات تاع لي بينيون على حسب اللي عندك. هنا طاجين اقتصادي ماشي مكلف. هادوك الحبات تاع الحبيبات تاع لي بينيون غسلتهم بالماء والملح والخل كالمعتاد، باش تروح لهم هذيك الزفرة وهذيك الريحة. بالخل يدي لهم هذيك، كي تغسلو مليح بالماء وعاودو ديروا الخل، وديروا شوية تاع سكنجبير مع الخل. هذه الطريقة تاع الغسل تاع لي بينيون ولا الدجاج ولا. هنا درت حوالي 3 ملاعق ولا 4 تاع زيت وشوية تاع ملح. تقليه ديريه في الطاجين تاعك كالمعتاد، تخليه على نار قليلة يتقلى، ومن بعدك عاد تضيفي المرحلة تاع لي زيبيس. هنا لي زيبيس، التوابل درتهم في، كان عندي درت ديري فنجال ولا غرفية ولا زرف اللي عندك، غادي ديري قاع التوابل اللي تسحقيهم. هنايا ندير حوالي ملعقة تاع سكنجبير مع ملعقة تاع كركب مع قليل من الزعفران، تخلطيهم قاع. تعاودي ديري تاني مغرف صغيرة تانيك تاع كمون، توابل اللي ديريهم في الطاجين، وقليل من الفلفل الأحمر حار. وديري تانيك شوية تاع قرفة، حوالي تانيك ملعقة صغيرة تاع قرفة، تخلطي كلش. هادو هما التوابل اللي تسحقيهم هنا درت ديك ملعقة تاع كمون، والقرفة ديري قرفة عود ولا ديري مغرف صغيرة تاع قرفة، بودرة. إذا ما عندكش العود ما تكتريش القرفة، ديري غير مغرف صغيرة ما تكونش معمرة بزاف. وهنا غادي نحتاج حوالي 3 سنانيف تاع توم. هنايا التوم تنجمي ديري التوم كيما تنجمي ما ديريش، بصح من الوقت تاع البرد من الأحسن ديري التوم، سي ان انتيبيوتيك. ديري 3 سنانيف ولا 4 تاع توم. هنايا قطعت هذيك البصل على جهة، كان ديجا كنت نقلي في هذاك الدجاج. كي يبدا يتقلى تضيفي البصل وديري القرفة ولي زيبيس. هنا ما نديرهمش التوابل، ما نديرهمش على ضربة، غادي نديرهم على دفعات، وتغطي عليه وتخليه يتقلى. على جهة كنت ديجا قطعت تانيك هذيك الزرودية على قطع صغيرة، مكعبات صغيرة. تقلعي لها هذاك الدخلاني، هذاك اللب الدخلاني، باش ما يعطيش هذيك البنة تاع المرورة. وهنايا تقطعي تاني هذاك الثوم، ضفت هذاك الثوم تاني. هنايا طياب ياخذ، تعطيه حقه في الطياب، تقليه مليح. هنا غادي تستعملي حبة طماطم تكون مليحة، قطعتها قطع صغيرة. كنت ديجا قطعتها، قلعت لها هذيك الجلدة وقطعتها قطع صغيرة، وترميها تتقلى مع هذاك هنا ما نديرش انا في لاكوكوت، ولا انايا ما نبغيش، نبغي الطياب تاع الطاجين باش الماكلة تجي عندها ذوق بنين. طيبي على غرضك، ماشي ديري كلشي في ضربة وتخلي الذوق هنا يختلف، مش كيما من ديري في لاكوكوت ولا. هنايا الطاجين يكون احسن، قضية تاع اذواق، ويكون صحي كذلك. انايا قطعت هذيك الكابوية، درت 2 حبات كابوية قطعتها دوائر بيان سور. من بعد اللي غسلتها وقاع تقطعيها ومن بعدك ترميها مع هادوك على جهة تاني كانت عندي تاني الجلبان، ديري حوالي غرفية تاع الجلبان، كيلو ولا رطل ولا على حساب أفراد الأسرة اللي عندك. وكنت هذاك الجلبان نقيته وتانيك غسلته صفيته وعاود ترميته تاني مع ديك الكابوية. إذا كان عندك تانيك القرناع ديري القرناع تاني، ديري ربع حبات ولا تاع قرناع. هنايا في هاد لاغوسيت هادي انا ما درتش القرناع، درت الكابوية. بالكابوية تاني يجي بالكابوية. ولا كان عندك تانيك بطاطا ضيفي بطاطا، ما عندكش بطاطا ما ديريش ديك الحبة ولا زوج تاع البطاطا ما ديريش. حنايا نديروه دايما غير هكا بالكابوية، ولا تاني نضيفو له تانيك القرناع من يكون كاين القرناع ديري القرناع.
أنايا درتها لك بأبسط الطرق، طاجين تاع جلبان تقليدي وساهل وبنين اقتصادي. هنايا ضفت هاذيك الربطة تاع الكرافس، أنا نبغي الذوق تاع الكرافس مع الجلبان. إذا كان عندك قزبر كذلك ضيفي قزبر. هنا الكرافس كنت دايرتها في الكونجيلاتور وعاودت، وهنايا تقدمي بعد لي طاب وشاهية طيبة واحد الذوق يخرج فيه رائع، وزينته بلي فخيت، جات فيه واحد البنة ما عندي ما نقولكم، جا بنين 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 وصحي وشباب، واحد الذوق جا رائع. وهذيك المرق تاعها جا خاطر، وجات فيه واحد البنة تاع الحلاوة ما عندي ما نقولكم، وجا بنين قاع بزاف. قد ما نشكركم في الطاجين التقليدي قليل. وإذا عجبتكم الوصفة تاعي ما تنسوش ديروا لايك واشتراك، ومع السلامة. تحياتي للجميع، شكرا.